السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الدراسات الاجتماعية قسم الجغرافيا. النهاردة هنتكلم على الدرس الثالث وهو بعنوان شكل الأرض وأبعادها. شكل الأرض بما تفسر تبدو الأرض منبسطة ولا يظهر بها أي انحناء في سطحها. لماذا نرى الأرض مسطحة وليس بها أي انحناء مع أن الأرض بشكلها كروي؟ لأن ما تراه عينك ما هي إلا مساحة صغيرة جدا من مساحة الأرض، فهي مساحة محدودة. لا يمكن أن ترى كروية الأرض بعينيك المجردة، لابد أن تطلع إلى الفضاء أو تصعد إلى الفضاء لكي ترى كروية الأرض، ويكون مسافة كبيرة جدا بينك وبين الكرة الأرضية لكي تراها بالشكل الكروي. أما لو كنت على سطح الأرض فلا يمكن أن تراها بشكلها الكروي، لأنك ما بتشوفش غير مساحة محدودة جدا وصغيرة جدا من مساحة الأرض. طيب، إن الأرض طبعا بتشبه الكرة تقريبا. طيب، الشكل الكروي للأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله بهذا الكروية ولم يجعلها شكل مربع أو مستطيل أو غيره، لأن ده بيفيد في ان طبعا اول حاجة تعرض بعض المناطق لأشعة الشمس في وقت معين وغيرها في وقت اخر فيحدث تعاقب الليل والنهار. كمان بيؤدي الى حدوث تعاقب فصول السنة وتنوع المناخ والنبات والكائنات الحية. يبقى الشكل الكروي بيفيد في تعاقب الليل والنهار، تنوع المناخ والنبات والكائنات الحية. اما لو كانت طبعا تنوع المناخ والنبات والكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية بسبب الشكل الكروي للأرض، لأن طبعا أدى ذلك إلى تعرض بعض المناطق لأشعة الشمس في وقت معين والبعض الآخر في وقت آخر فيحدث تنوع المناخ، وبالتالي المناخ يؤدي إلى تنوع النبات الطبيعي وأيضا تنوع الكائنات الحية، لأن هناك كائنات حية بتعيش في المناطق المعتدلة، حيوانات بتعيش في المناطق الباردة، وحيوانات بتعيش في المناطق الحارة. طيب، أو كائنات حية تعيش في المناطق الحارة. ماذا يحدث إذا كانت بقى الأرض مسطحة أو كانت بشكل مربع أو معين أو أي شكل آخر غير كروي؟ طبعا إن سقوط أشعة الشمس هيبقى مباشر فقط على كل سطح الأرض في وقت واحد. ده طبعا هيمنع إن يحدث تعاقب الليل والنهار. كمان مش هيحدث تعاقب فصول السنة، بالتالي مش هيبقى فيه تنوع لا في المناخ ولا في النبات الطبيعي ولا الكائنات الحية، وبذلك تستحيل الحياة. تخيل نفسك كده ان انت طول الوقت عايش في نهار بس، فيش ليل بيجي عليك. تخيل نفسك ان دايما عايش في صيف مفيش شتاء، او عايش في شتاء مفيش صيف حسب المكان، او عايش في نهار على طول ومفيش ليل. طبعا تستحيل معاه الحياة، وبالتالي يستحيل معاه تنوع المناخ وتنوع درجات الحرارة والنبات الطبيعي والكائنات الحية. نشوف بقى الجزء الآخر وهو أبعاد الأرض. أبعاد الأرض يعني أقطار الأرض. وجد العلماء أن الأرض لها بعدين، القطر الاستوائي والقطر القطبي. القطر الاستوائي ده بيمتد من الشرق للغرب ويصل طوله 7927 ميل. ده بيمتد من الشرق للغرب ويصل طوله 7927 ميل. خلاص. أما القطر القطبي بالشكل اللي قدامنا ده بالشكل العرضي، أما وطبعا بيعادل 12681.6 كيلو متر مربع. ده اللي هو 7927 ميل لو حولناها للكيلومتر هنجد 12681.6 كيلو متر مربع. طب تخيلوا بقى، طب ايه قطر القطب؟ قطر القطب ده قطر طولي بقى بطول الكرة الأرضية، بيصل بين القطب الشمالي إلى القطب الجنوب. وطوله 7900 ميل فقط، يعني حوالي 12638.4. ده طبعا كيلو متر. طيب، النتائج المترتبة بقى على ان قطر الاستوائي لو لاحظنا هنلاقي ان قطر الاستوائي اطول من القطر القطبي بمقدار 27 ميل. طب الزيادة دي ادت الى ايه؟ ادت الى انبعاج الارض، ان الارض لن تصبح كاملة الاستدارة. هي كروية انما ليست كروية كما ينبغي. طيب، لان قطر الاستوائي طبعا اطول من القطر القطبي. لو جالك سؤال قال لك بما تفسر الارض غير كاملة الاستدارة، هتقول له لان قطر الاستوائي اطول من القطر القطبي. طب الكلام ده ترتب عليه ايه؟ ان اصبحت الارض ليست كروية تماما
او كاملة الاستدارة، بل طبعا انها منبهجة عند الاستواء، يعني عند دائرة الاستواء، ومفلطحة عند القطبين. فالارض ليست كاملة الاستدارة، ليست كاملة الاستدارة، وذلك طبعا لقول الله تعالى تمام والارض بعد ذلك دحاها، يعني جعلها مثل الدحية، والدحية في اللغة العربية تعني البيضة، فكأن الكرة الارضية على شكل البيضة يا اولاد، او شكل البيضة، وليست على شكل الكرة كما كنا نتوقع. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض بقى اهم حاجة في درسنا، وهو خطوط الطول ودوائر العرض. في خلال هذه بقى خطوط الطول ودوائر العرض هنعرف ازاي نحسب فروق التوقيت بين المدن والعواصم، وازاي نقسم الكرة الارضية الى اقاليم مناخية. خطوط الطول ودوائر العرض دي كلها خطوط وهمية رسمها العلماء، يعني هي ليست بالواقع وليست موجودة على الكرة الارضية، انما هي خطوط وهمية. طب تعالوا نعرف كده حاجة نبدأ بخطوط الطول. خطوط الطول معناها عبارة عن أنصاف دوائر تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. طيب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بتبدأ عندي من القطب الشمالي حتى القطب الجنوبي بهذه الشكل. طيب عددها كام؟ قال عددها 360 خط. كم عدد خطوط الطول؟ 360 خط بعدد زوايا الدائرة، بعدد زوايا الدائرة. طيب عدد خطوط الطول قسمناها الى 180 شرقا و180 غربا. بيبدأ عندي بخط الطول الرئيسي وهو خط جرينتش، هو بقى ده اللي بنبدأ عنده درجة الصفر، درجته صفر، عشان ابدأ بيه ال 180 اللي في الشرق وال 180 اللي في الغرب. طب تعالوا كده نعرف مع بعض. طيب ايه هو بقى خط جرينتش ده؟ هو خط الطول الرئيسي درجته صفر، ويقسم الكرة الارضية الى قسمين، شرقي وغربي. طب العلماء عملوا ليه وليه سمى بخط جرينتش؟ طبعا تسمية خط جرينتش بهذا الاسم لانه يمر بقرية او مدينة جرينتش القريبة من مدينة لندن، واللي عقد بها المؤتمر الجغرافي في قرية جرينتش عشان نحدد خط الطول الرئيسي. علماء الجغرافيا كلهم اتجمعوا سنة 1884 في شهر يناير علشان خاطر يحددوا خط الطول الرئيسي اللي هيبدأ من خط مدينة جرينتش، الخط اللي هيمر مدينة جرينتش وما بعدها فهو خط الطول الرئيسي اللي نبدأ بيه ال 180 خط اللي في الشرق وال 180 خط اللي في الغرب. طيب ايه بقى اهمية خطوط الطول؟ خطوط الطول بتحدد لي مواقع الاماكن في الشرق ولا الغرب، يعني اعرف مكان الدولة هل بتقع في شرق العالم ام في غرب العالم، وكمان بيحسب لي فروق التوقيت او بيحدد الزمن. يعني مثلا ليه بلاقي السعودية تسبقني بساعة؟ ليه مثلا انا سابق ليبيا بساعة؟ ليه سابق تونس بساعتين؟ ليه الامارات سابقاني بساعتين؟ وهكذا. ليه في دول سابقاني وانا سابق دول؟ ليه احنا مش كلنا في نفس التوقيت؟ هنا بقى خطوط الطول بتفسر لك الكلام ده عن طريق حل مسائل هنعرفها دلوقتي. طيب تعالوا مع بعض نعرف كده ازاي نحسب فروق التوقيت. طيب لازم تعرف شوية ملاحظات. اول ملاحظة ان بتزيد الجهات اللي بتقع في الشرق في الزمن عن الجهات الغربية، يعني الوقت اللي في الشرق بيسبق الوقت اللي في الغرب. ليه؟ لان الارض بتدور حول نفسها من الغرب الى الشرق، فتواجه المدن الواقعة في الشرق اشعة الشمس قبل المدن التي تقع في الغرب. خليك بقى نفسر الحكاية دي. دوران الارض حول نفسها، الارض بتدور حوالين نفسها من الغرب الى الشرق عكس عقارب الساعة. بناء عليه اذا الشمس هنا هتشرق منين الاول؟ هتبدأ من الشرق، هتشرق على الشرق الاول ثم الغرب. طب لو كانت العكس بقى مع عقارب الساعة من الغرب من الشرق للغرب، هنا لا، هنا الشمس هتشرق من الغرب وليس الشرق، وده طبعا هيحصل خلل. طبعا ان الشمس احنا متعودين انها بتشرق من الشرق وتغرب من الغرب، اما في اخر الزمان فسيكون علامة من علامات يوم الساعة الكبرى، طبعا مش هنتكلم فيها دلوقتي. طيب فاذا هنلاقي ان المدن الواقعة في الشرق العالم بتواجه اشعة الشمس قبل المدن اللي بتقع في الغرب. يعني هنلاقي ان الشمس بتبدأ من الاول في اليابان، اول حاجة في اليوم بيبدأ في اليابان، خلاص،
تباعا بقى اليابان ثم الصين ثم الهند، وهكذا لحد ما نوصل لمصر، نوصل بعد كده هكذا. ده في شروق الايه الشمس والتوقيتات. طيب حسب الدورة اليومية اللي هي دوران الارض حول نفسها من الغرب الى الشرق. ونلاحظ قالنا بقى ان الفرق في الزمن بين كل خط طول والتاني زمن 4 دقايق. يعني الخط بين الخط الصفر اللي هو جرينتش وخط رقم 1 4 دقايق، من الواحد للاثنين 4 دقايق، من الاثنين للثلاثة وهكذا. يبقى بين كل خط طول واللي بعده زمن 4 دقايق. طيب ملحوظة كمان بيقول بيزيد الزمن، يعني بيضاف الزمن او يضاف الوقت عندما نتجه نحو الشرق. ليه بنضيف الوقت؟ ليه بنقدم الساعة لما نروح الشرق؟ لان هم سابقنا لو ان هم الشرق سابق الغرب في التوقيت. فلو انت في الغرب ورايح الشرق هتضيف الوقت. طب لو انت في الشرق ورايح الغرب لا، هتطرح الوقت. يبقى كلما اتجهنا ايه غربا بيقل الايه التوقيت، يعني هتأخر ساعتك. يبقى هتقدم ساعتك لو انت متجه ناحية الشرق، هتأخر ساعتك لو انت رايح ناحية الايه الغرب. طيب كيف نحل بقى مسألة حساب الزمن بين المدينتين؟ اول حاجة هتجيب الفرق بين خطوط الطول بين المدينتين. يبقى اول حاجة هتجيب خطوط الطول بين المدينتين. طيب لو كانت المدينتين في الشرق او كانت المدينتين في الغرب، يعني لازم تبقى عارف خطوط الطول بتاعتهم هي في الشرق ولا في الغرب. ان كان المدينتين في الشرق اطرح عدد الخطوط بين الاثنين. طب وان كانت في الغرب برضه اطرح نفس الكلام. طب لو مدينة في الشرق ومدينة في الغرب لا، هنا اوعى تطرح فروق التوقيت فروق خطوط الطول بينهم، انما اجمع الاثنين مع بعض. يعني نتخيل مثلا ان في مدينة بتقع على 30 درجة شرق ومدينة بتقع على 30 درجة غرب. طب هتيجي تطرحهم من بعض يطلع صفر؟ طبعا لا، الكلام ده غلط. لكن لما تيجي تجمعهم لا، بين ال 30 شرق وال 30 غرب 60 خط، ده الحقيقي. يبقى انت ما ينفعش لو كانت المدينة في الشرق واحدة في الغرب اعمل ايه؟ هنجمع عدد الخطوط. انما لو كان الاثنين متشابهين في الاتجاه، يعني لو اثنين في الشرق او اثنين في الغرب، لا هنطرح عدد الخطوط اللي بينهم. خلاص متفقين؟ ده في البداية. بعد كده الناتج اللي انت طلعته عدد خطوط الطول بقى اللي انت طلعته هتعمل ايه؟ هتضربه في الزمن. هو الزمن ايه بين كل خط طول واللي بعده زمن قد ايه؟ 4 دقايق. يبقى انت هتجيب عدد خطوط الطول تضربها في الزمن ال4 دقايق، هيطلع لك الزمن بالدقائق. طيب لما اجيب الزمن بالدقائق لازم تحوله للساعات عشان وتحاول تخليه لاقرب عدد صحيح. يعني ما تخليش مثلا لو جالك 3 ساعات ونص، لا ما ينفعش 3 ساعات ونص، لا يبقى 3 ساعات يبقى 3 ساعات ونص يبقى 4 ساعات. طيب 3 ساعات ودقيقتين لا يبقى 3 ساعات بس، وهكذا. يعني ما تحاولش انك تجيب كسر في الايه، لا قرب الى اقرب عدد ايه صحيح. طب تمام، يبقى نحول الفرق من خطوط الطول الى نضربه في الفرق في الزمن بضرب عدد الخطوط في تمام في الزمن اللي هو 4 دقايق. طب الناتج قلنا نحوله الى ساعات. طب ماشي، وقلنا هنقرب عدد الساعات الى اقرب عدد صحيح. طيب نيجي بقى عايز احسب فروق التوقيت. ما هو انت عندك لازم يبقى عندك معلوم الزمن في اي مدينة من مدينتين. يعني مثلا لو مثلا القاهرة الساعة مثلا 6 وانت عايز تجيب مثلا الوقت في مدينة لندن، فلازم تبقى انت عارف وقت من مدينتين. ان الوقت هنا في القاهرة الساعة 6. طب لندن دي بتقع في شرق ولا غرب العالم؟ قال لك لا في غرب. طب ساعتها الساعة 6 يبقى مصر هي اللي سابقة مين؟ سابقة لندن. طب يبقى انا هعمل ايه؟ قال لك هنا بقى تمام هتطرح الوقت. ليه؟ عشان انت سابق، فانت رايح لندن فلازم تطرح الوقت، انت سابقه فتطرح. لما تتجه غربا هتطرح الوقت. خلاص. طب انت لو رايح مثلا انت في القاهرة ورايح السعودية، لا السعودية سابقاك، يبقى انت لازم تضيف الايه فارق الوقت. يبقى الفرق اللي انت طلعته 3 ساعات او الساعتين، لو انت رايح متجه المدينة هي اللي في الغرب هتضيف الوقت ده على الساعة اللي عندك، التوقيت اللي عندك. طب لو انت رايح للشرق لا هتزودها عندك. طب انت رايح للغرب هتطرحها من اللي عندك، من التوقيت اللي عندك. متهيالي مسألة بسيطة. يبقى هيضاف الوقت لو انت متجه ناحية الشرق، وهيطرح الوقت لو انت متجه ناحية الايه الغرب. يعني هتقدم الساعة بالمعنى البلدي، هتقدم الساعة لو انت رايح في الشرق متجه ناحية الشرق، وهتأخر الساعة لو انت رايح ناحية الايه
الغرب. طيب بما تفسر ليه الزمن بقى بيبقى واحد في القاهرة والخرطوم؟ طب بص كده على ساعة الانترنت، وبص على ساعة القاهرة وساعة الخرطوم، هتلاقيهم في نفس التوقيت. ايه اللي حصل؟ قال لي ان هما الاثنين على خط طول واحد، فالمدن اللي بتقع على خط طول واحد بتتفق في التوقيت. طب ليه بتختلف التوقيت مثلا بين القاهرة وتونس او القاهرة والسعودية؟ لان هما بيقعان فين؟ على خطوط طول مختلفة او على دائرة عرض واحدة. ممكن لو دائرة عرض واحدة يختلف في التوقيت، لكن على خط طول واحد يتفقوا فين؟ في التوقيت. يبقى اختلاف التوقيت بين القاهرة وتونس عشان بيقع على خطوط طول مختلفة. طب الزمن واحد ليه في القاهرة والخرطوم؟ لانهم بيقعوا على خط طول واحد. يبقى المدن اللي بتقع على خط طول واحد بتتفق في التوقيت، واللي بيقع على خطوط طول مختلفة بيختلفوا فين؟ في التوقيت. طيب ده كده بالنسبة لقصة المسائل. طيب تعالوا بقى نتكلم على الجزء الثاني، وهي دوائر العرض. دوائر العرض بقى عبارة عن ايه؟ دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية من الشرق للغرب. تحيط بالكرة الأرضية منين؟ من الشرق للغرب. عددها كام؟ 180 دائرة، منقسم هنا قسمين: 90 دائرة شمالا و90 دائرة ايه؟ جنوبا. 90 دائرة شمالا و90 دائرة ايه؟ جنوبا. والدائرة الرئيسية بتاعتها هي خط الايه؟ الاستواء. تعالوا بقى نبص كده، ادي الشكل اهو بتاع دوائر الايه؟ العرض. كلها دوائر عرضية تحيط بالكرة الأرضية. بتبدأ عندي بخط مين؟ خط الاستواء أو دائرة الاستواء. دائرة الاستواء درجتها هي الصفر، اللي ببدأ بيها ال90 الشمالي، وببدأ بيها ال90 الايه؟ الجنوبي. طيب ودرجتها صفر. دوائر العرض لو لاحظنا هنلاقيها ان هي بتاخد في الصغر كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء، يعني كل ما اطلع للشمال او الجنوب تبدأ تصغر دوائر الايه؟ العرض. طب اكبر دائرة عرض هي دائرة الايه؟ الاستواء. طيب دوائر العرض الرئيسية اول دائرة عندي هي دائرة الاستواء، درجتها صفر. لو طلعت فوق الى الشمال هلاقي مدار السرطان درجته كام؟ 23 درجة ونصف. طب لو نزلت تحت شوية بنفس الدرجة 23 درجة ونصف في الجنوب هلاقي مدار الجدي. طيب لو صعدنا الى الشمال الى 66 درجة ونصف شمالا هلاقي الدائرة القطبية الشمالية. طب الى اتجهت الى الدائرة رقم 66 ونص درجة جنوبا هلاقي الدائرة القطبية الجنوبية. طيب لو اتجهت الى اعلى هلاقي القطب الشمالي عند 90 وهلاقي القطب الجنوبي عند 90 جنوبا. طيب ايه فايدة بقى دوائر العرض دي؟ يعني انا بدرس دوائر العرض ليه ودوائر الرئيسية والكلام ده؟ دوائر العرض بتفيد في ايه بقى؟ تعالوا بقى نبص مع بعض كده. اول حاجة هتحدد لك موقع المكان شمال او جنوب خط الاستواء او دائرة الاستواء، يعني بتقع في نصف الكرة الشمالي ولا نصف الكرة الجنوبي. يبقى اول حاجة تحديد مواقع الاماكن شمالا وجنوبا. رقم 2 هتقسم العالم الى مناطق حرارية. يبقى تقسيم العالم الى مناطق حرارية حسب درجة الايه؟ الحرارة. طب تعال نرجع كده تاني. يعني هنلاقي بقى ان الحتة بتاع خط الاستواء لحد مدار السرطان ومدار الجدي دي منطقة حارة جدا. من مدار السرطان للدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية دي مناطق معتدلة. طب من الدائرة القطبية الشمالية ل 90 شمالا والدائرة القطبية الجنوبية ل 90 جنوب دي مناطق باردة. يبقى فايدة دوائر العرض هتحدد لي الأماكن المواقع والأماكن شمالا أو جنوب، وهتقسم العالم إلى مناطق حرارية أو إلى أقاليم مناخية، وتحديد موضع الإنسان على سطح الأرض برا أو بحرا أو إيه أو جوا. خلاص يا أولاد، ده كده بالنسبة لدرسنا النهاردة شكل الأرض وإيه وأبعادها. أتمنى نكون أسعدتكم بشرحي وفهمنا الدرس كويس. أرجو أن ألقاكم على خير بإذن الله، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.